عندما تخطط لرحلتك المقبلة، قد تكون هذه الأماكن الخمسة هي الخيار الأمثل لتحقيق مغامرة لا تنسى. نبدأ مع ماتشو بيتشو في بيرو، المدينة التي اختفت عن الأعين لقرون قبل أن يتم اكتشافها في القرن العشرين. تعرف باسم مدينة الإنكا المفقودة، وهي مكان ساحر يغمره الغموض. تقع على ارتفاع شاهق بين السحاب، وتضم مجموعة من الهياكل الحجرية المتقنة، من المباني المقدسة إلى المدرجات الزراعية. يعتبر استكشاف تاريخ هذه المدينة رحلة عبر الزمن. ثم ننتقل إلى بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية، الجنة المائية التي تبهر العقول بجمالها الطبيعي. مياهها الفيروزية الصافية والشواطئ الرملية البيضاء تجعلها وجهة مثالية لعطلة استوائية. يمكنك الاستمتاع بالإقامة في أكواخ فاخرة مبنية فوق الماء، والتحليق فوق الحياة البحرية البديعة أو السباحة مع الأسماك الاستوائية المتنوعة. وفي قلب الشرق الأوسط، نجد البتراء في الأردن، مدينة منحوتة بالكامل في الصخور الوردية، وتعد واحدة من عجائب العالم الحديث. السير عبر سيق الضيق للوصول إلى الخزنة الشهيرة هو تجربة فريدة من نوعها، خاصة عند غروب الشمس، حيث تبرز الألوان الوردية للصخور بشكل مذهل. أما في اليونان، فإن جزيرة سانتوريني تقدم مزيجاً فريداً من الأساطير والجمال الطبيعي، بأبنيتها البيضاء ذات القباب الزرقاء التي تزين التلال، تطل على مشهد ساحر لبحر إيجي. الغروب هنا يعتبر من بين الأجمل في العالم، مما يجعل الجزيرة وجهة مثالية للأزواج والعشاق. وأخيراً، كيوتو في اليابان، المدينة التي لا تزال تحتفظ بعبق الماضي الياباني بتقاليده العريقة. معابدها القديمة وحدائقها الهادئة تتيح فرصة للزوار للاستمتاع بجمال العمارة اليابانية التقليدية. يمكنك ارتداء الكيمونو وزيارة بيوت الشاي لتشعر بالنمط الحياتي الياباني في حقبة الساموراي. تجسد هذه الوجهات مغامرات تستحق الاكتشاف، حيث تلتقي الثقافات المختلفة مع طبيعة خلابة وأسرار التاريخ العميق. سواء كنت تبحث عن الهدوء، الرومانسية، أو التاريخ، فإن هذه الأماكن الخمسة توفر كل ذلك وأكثر.